اهلا بكم متابعي موقع وان مصر، برحب بكم في لايف جديد من محافظة البحيرة. يمكن احنا معانا هنا عربية بديلة للتوك توك بتشتغل بالبنزين، صنعها ايادي مصرية، شاب مصري من مركز الرحمنية هو اللي صنعها بنفسه. برحب بيك وعرفني بنفسك اكتر. اهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا احمد رمضان من مدينه الرحمنيه محافظه البحيره، خريج دبلوم صناعي. احمد، قول لي بقى بدايه انت صنعتها ازاي وخدت منك قد ايه؟ هي البدايه بتاعتها انا حضرت الخامات بتاعتي. تمام، الخامات عباره عن ديفرنس. تمام، ديفرنس اللي هو بتاع التورسيكل اللي ورا ده، وعفش التمنيه. تمام، دي اللي انا ما صنعتهمش. تمام، والموتور. تمام، عملت ايه؟ ديت عبارة عن ديفرنس وعفش التمنية وموتور تورسيكل 200 سي سي. تمام، سرعتها تتجاوز من 120 من 100 ل 120. من 100 تمشي قد ايه؟ هي موفرة جدا في البنزين. تمام، اللتر الواحد يمشيني من 25 ل 30 كيلو. 30 كيلو. وبتجري سرعتها من 100 ل 120. وموفرة جدا في البنزين. كلفتك قد ايه قلت لي؟ دي مكلفة عليا 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. بقالك قد ايه عاملها؟ ده انا بقالي 3 سنين عاملها. بقالي 3 سنين. 3 سنين. هي موفرة جدا في البنزين برضه. تعال نشوفها من جوه. دي تمشي بقى بديل التوك توك؟ تمشي بديل التوك توك. ممكن مثلا بس هتحتاج ايه بقى؟ يعني تبقى 4 كراسي بقى. هتبقى 4 وممكن تبقى 6 كمان عادي. تمام، هي موتور التورسيكل بيشيل بالاطنان. ممكن يشيل 3 طن و4 طن موتور التورسيكل. تمام، ممكن نعمل لها مثلا يبقى بدل 4 كراسي نعمل لها كمان كرسيين ورا، كنبه ورا. تمام، هي تعال بص عليها من جوه كده. شاور لي بقى، وريني. دي بدلات. تمام، البدلات دي انا عاملها على ايدي. عاملها على ايدك ازاي؟ عموله حديد. تمام، كل حاجه فيها حديد. تمام، عاملها على ايدي. وهنا في حاجات الكهرباء كلها، كل حاجه متوفره فيها. كل حاجه. تمام، فيها انوار وفيها كل حاجه متوفره فيها. حاجات الكهرباء كلها كامله. والغيارات هنا. ده ايه دي مرش ده. تمام. ده نوع ده. دي مرش. تمام، وفيها مرش ليها. العدادات. لا ده منظر. مش لا مش 200. انا بقول من 100 ل 120 سرعتها. دي معمول منظر كده. هي فيها مرش ليها برضه هنا اهو. تمام اهو. وسريعه. والغيارات هنا عندي 5 غيارات. عندي 5 غيارات. 5 غيارات؟ كل اللي قدام يدوي، معموله حديد برضو من تحت وكده. انا معدل فيها في الموتور وكده. مين شافها من المسؤولين؟ والله وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كان هنا في مدينه الرحمنيه، كان بيفتتح حمام سباحه وكده. عجبته الفكره واتبسط بيها. تمام، وطلب منه ورق وقدمت له الورق وكده، وخدوا مني يوميها. تمام، كان هنا في البحيره هنا، ووعدني كده اللي هو يشوف لي شغلانه في مصنع وكده يعني. بس انا عارف اللي هو مشاغله كتير يعني، واللي هو يعني اكيد نسى الحوار بتاعي. فانا عايز اللايف ده يوصل له ان شاء الله ويفتكرني. مين تاني مهتم قوي بالموضوع؟ والله محافظة البحيرة. الدكتوره نهال بلبق
مهتمه في الموضوع جدا يعني، وبتبعت لي على طول، بحضر مؤتمرات هناك والنائب بلال النحال واقف جنبي لحد دلوقتي وبيساعدنا على طول، وبيبعت لي باخد منه ورق وكده بيقدمه، وان شاء الله خير يعني، ده في خير يقدمه ربنا. في بدايه المشروع العربيه دي اكيد استعنت باصدقاء ليا، طرحت عليهم الفكره قبل ما اعملها اصلا خالص زي ميكانيكي وكهربائي، وقلت لهم على المشروع وكده، عجبهم الفكره وخدت منهم معلومات ونفذتها. مين تاني؟ بس انا اتعاملت انا فيها بقى، الصاج والحديد وكل اللي فيها كله عاملها انا من الالف للياء. حد ساعدك ماديا؟ لا ماديا لا. كلفتك 30,000؟ مكلفه عليها 30,000. انا فاتح ورشه، انا بصنع فران غاز وطباخات وبوتاجازات. اللي هي دي؟ المعدات بتاعتي دي، بس الشغل في المخزن هنا. يعني انت اصلا بتصنع بوتاجازات فران غاز عموله، وانا شغله هنا معروف في البلد، الناس هنا عارفه شغلي حاجه 100% يعني، مفيهاش غلطه يعني. قد ايه في الشغلانه دي؟ ده المجال ده انا بقالي فيه بتاع 18 سنه وانا صغير. انت عندك كام سنه اشتغلت؟ انا شغال فيه وانا عندي 10 سنين. وانا شغال في المجال ده، اشتغلت فيه في مجال الفران وكده، في الصاج بقى وكده. انا غاوي السيارات اصلا، بحب السيارات، في الرسومات والحاجات ديت، في بتبقى لعبتي. لا انا ما شفتهاش، لا ما فيش زيها اصلا يتعمل زيها، ولا في مصر ولا بره. لا لا لا، هو دي الشكل ده اللي رسمه وانا اللي عامله عليه. وبعدها طلع ناس خدوا، كان في ناس بتكلمني، في ناس طلعت كده عملت عربيات وكده من اسكندريه ومن هنا ومن هنا ومن طنطا وكده، كانوا بيكلموني برضه على الفكره، عطيت لهم الفكره، ما بخلتش على حد في معلومه ولا اي حاجه. ما بخلتش على حد، اي حد بيطلب مني اي حاجه ما بخلتش على حد بمعلومه. انت قلت لي انت مسميها ايه؟ دي مسماها عزه. مسماها عزه زي في الفيلم. اللي في الفيلم. انا ابو عزه بك. ربنا يخليك. الله يخليك. انت قلت لي مين تاني شافها وكان عايز يعمل بيها كليب؟ الفنان محمد رمضان مدير اعماله اتواصل معايا. فعلا؟ اتواصلوا معايا وبتاع. من امتى؟ دي من فتره ما كان بيعمل كليب اسمه دوشه، كان في كليب اسمه دوشه وكده. اتواصل معاه وكده، اختلفنا مع بعض على حاجات كده مع مدير اعماله وكده. وهم جابوا عربيه تانيه يمثلوا عليها وكده يعني. كانت مطلوبه يعني؟ كانت مطلوبه، هي معروفه. حاجات معينه يعني؟ هي مشهوره العربيه دي، مشهوره في البحيره وفي القاهره في كل حته واسكندريه، في ناس من اسكندريه بتكلمني والقاهره. في ناس كتير بتكلمنا على العربيه دي ومبسوطين بيها. والله يعملوا بيها ايه؟ في ناس يعني بيكلموني يعني مبسوطين بشكلها وكده يعني. هي ملفتة جامد. لان كان الموتور اللي فيها كان 150، انا طورت فيها برضه خليته 200 عشان سرعتها تبقى حلوه شويه. في شركه شافتها مثلا عايزه ان هي تعملها عندها؟ مفيش شركات كلمتها يعني لا بره تصنيع مثلا ان انت تيجي تصنعها؟ كلمونا بره مصر، كلمونا في المانيا وكده على ان انا اجي لهم واشتغل معاهم، بس انا عايز يبقى عندنا تصنيع هنا في مصر. يعني انا بلد اولى بيا، انا عايز اصنع هنا في مصر. يعني انا نفسي يعني المسؤولين، وزير التجاره والصناعه اللي هو يعني يهتم بالمشروع بتاعي، عايزين يبقى عندنا تصنيع هنا في مصر، نعملوا اي حاجه بدل التوك توك، بدل ما احنا بنستورده من بره احنا نصدره بره. بالظبط. احنا عايزين كده، عايزين يبقى عندنا تصنيع. يعني انا الافكار اللي عندي انا ممكن نعمله طيارات بعد كده. يعني لو عايزين طيارات نعمل لكم طيارات في مصر هنا عادي، وعربيات جميع اشكال العربيات. انت هتعمل؟ اصنعها، بس اديني امكانيات ومعدات وقطع غير معتمده وانا اشتغل. عايزين تعملوا عربيات اعمل عربيات. في امكانياتك ان انت تعمل كده؟ في امكانياتي، بس انا عايز حاجات معتمده يعني. دي طلبت مني كتير، في ناس طلبوها مني كتير اللي هم يشتغلوا وكده، بس هم خايفين عشان الترخيص وكده. يعني هي لو مش مترخصه لو هي مترخصه وكده يعني هتمشي، يعني الناس هتاخدها ومش هتخاف منها، بس الناس جلجانه عشان الترخيص. بس انت ما بتمشيش بقى كتير هنا؟ لا انا بمشي بقى وبروح اي حته، الناس هنا عارفيني، ويعني انا شاب طموح وبيشجعوني وكده. يعني الشرطه بتجابلني برضه ومبسوطه بيا، وما فيش حد بيوقفني ولا اي حاجه. كلك بيقفوا معاه وبيصوروا عليها برضه وبتاع، مبسوطين بيها، عارفين هنا في البلد وكده. هل دي ممكن تزف بقى عرايس؟ انا زفيت بقى قبل كده عرسان وكده، العريس هو اللي بيسوق بالعروسه.
ولو هو ما بيعرفش يسوق انا اسوق بيها واوصلها عادي وهو يجي ورانا بتوك توك. حصلت يعني. حصل. عايز تقول يعني؟ والله انا عايز يعني اهل بلدي والناس هنا في مصر اللي هم يقفوا جنبي ويساعدوني اللي انا اوصل لحلمي وكده. انت عايز توصل حلمك ده يبقى ينتشر بقى. انا عايزه ينتشر، عايز الناس تيجي في جنبي وتساعدني، يعني اصدقائي وحبايبي والناس اللي يعرفوني اللي ما يعرفنيش، اللي هم يقفوا جنبي ويساعدوني يوصلوني اللي انا عايزه. هم في ايدهم كل حاجه. عايز كمان يبقى في مساعدات ماديه ان انت تطور وتعمل. يعني كنت عاملها يمكن انا ولا ما عملتهاش كهرباء قبل كده؟ عملتها كهرباء وعدلتها تاني عملتها بنزين عشان السرعه وكده. السرعه. يعني انا محتاج يعني امكانيات دعم من مثلا رجال اعمال الشركات بره مصر طلبوني وانا ما رضيتش اسافر بره مصر. انا عايز ان هنا في بلدي يتبنوا فكرتي ويساعدوني يقفوا جنبي. يعني انا محتاج امكانيات وقطع غيار معتمده عشان نشتغل ونعمل حاجه نظيفه وحاجه حلوه كده. تمام، دي بس كان مجرد فكره كده. لو الفلوس يعني كانت معايا كنت طورت منها وعملت احسن من كده. انت مغطيها وكنت بتقول لي انت كان لها بعمله بشيله في الصيف. صيف وشتوي. وهي لها بيبان ولا؟ انا بعمله كهرباء برضه، اعمله كهرباء. لها بيبان ولا منها؟ لا انا عاملها كده مفتوحه. فمحتاج يعني قطع غيار معتمده تمام ويساعدوني يقفوا جنبي وكده. اللي انا اعملها بعد كده لو مش عارف يوفروا له الحاجات ديت يوفروا له وظيفه في اي شركه او مصنع. تمام، اللي احنا نشتغل في شركه ويدونا مرتب وكده. هم يعني وفروا لي شغلانه في مصنع او شركه او اي حاجه ويدونا مرتب. انا مش عاوز غير كده. انا بقالي بتاع 4 سنين بلف، ورحت القاهره لفيت على مصانع الانتاج الحربي، قعدت 3 ايام الف عشان فدخلت جوه. الناس جاب لنا مقابله حلوه وبتاع وناس محترمه كلك اللي هناك مهندسين. جاب لنا مقابله حلوه وقالوا والله احنا ما نعرف نعمل الكلام ده. يعني هم اتبسطوا بقى جو يعني. فهم مش بايديهم يعني، وقالوا له انت محتاج واسطه تجيله واحنا ما نعرفش حد. انا بشكرك يا احمد، شكرا. لا والله انا الشرف ليا اللي حضرتك موجود معانا. منتظرين كمان ان شاء الله من كده. ان شاء الله ان شاء الله نتقابل كتير ان شاء الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. متابعينا في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعة وانتظروني في لايف جديد. شكرا.